السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم وفاء مصطفى. هعمل معاكم النهاردة شيش كباب الفراخ او فراخ الكبابجي المشوية على الفحم. زي ما انتم شايفينها يعني شكلها يعني مشوية على الفحم، وعايزة اقول لكم رهيبة في الطعم. هنعمل تتبيلة النهاردة خرافية، هي تتبيلة الحاتي بالظبط من قلب المطعم. هي دي التتبيلة اللي انا شفتهم بيعملوها. على بركة الله بقى تعالوا نبدأ. اول حاجة خالص هاتي الفراخ، قطعي الفرخة 8 قطع، اغسليه، رشي عليها ملح وعصري ليمون ودعكيها كويس، وبعدين اغسليها كده غسلتين وصفيها كويس جدا من المية وما تنقعهاش عشان مش عايزاها تشرب مية خالص. تاني خطوة هنجهز بصلاية كبيرة وطماطماية، فلفل حامي وبارد وليمونة وثلاث فصوص توم. معايا هنا صوص المشاوي، صوص الباربيكيو، ومعايا كوباية زبادي. هشيل الليمونة وهفرم الحاجات دي كلها في الكبة فرمة ناعمة جدا. يعني تقدري تعمليها بالمبشرة على الناحية الناعمة او تعمليها في الخلاط كمان لان فيها طماطم. لازم تفرميهم فرمة ناعمة جدا. وبعد كده تعالوا نحط بقى عليها بقية الحاجات. هحط عليها كوباية زبادي كبيرة. زي ما انتم شايفين الزبادي بتطري وبتدي طعم حلو جدا للمشويات. احط شوية من صوص الباربيكيو، صوص المشاوي. طبعا لو مش متوفر خلاص تستغني عنه، تمام، يعني مش هيأثر كتير معاكي. هنعصر ليمونة، هشيل بس البذر بتاعها. ولسه ما حطيناش اي بهارات او توابل. يعني بعد الخلطة دي اللي هنكملها بالتوابل الجميلة اللي بيحطها الحاتي: ملح وفلفل اسمر وبهارات، بابريكا مدخنة وبهارات فراخ وكزبرة ناشفة وشوية حبهان مطحون وشوية جوز الطيب. حلو جدا كده، وكله هيتكتب في صندوق الوصف. هقلب بقى كويس الخلطة دي، بس ناقص احط لها شوية زيت كده، حوالي ربع كوباية زيت. انا المقدار اللي عاملاه فرختين، والتتبيلة دي على قد فرختين يا جماعة. يعني فرختين متقطعين الفرخة 8 قطع، تقدري تقطعيها 9 قطع كمان او 10 براحتك خالص. وهتقلبي التتبيلة كويس، كل الخلطة مع بعضها كده عشان الملح وكل البهارات تتوزع وتدوب كويس. وده شكل التتبيله خلاص بعد ما خلصت، شايفين ناعمه جدا. هو ده اللي هيديها شكل الحروقه يا جماعه وشكل الشوي على الفحم. والفراخ طبعا متصفيه كويس قوي. تعالوا بقى نحطها بقى هنا. طبقه من التتبيله وطبقه من الفراخ عليهم بقى طبقه من التتبيله تاني. في الاخر انا هدعكهم مع بعض، بس بوزع كده التتبيله مع الفراخ. الفراخ متقطعه قطع يعني زي ما انتم شايفينها كده. وبعدين هدعك بقى وادخل تحت الجلد وادعكها كويس جدا بحيث تتشرب التتبيلة. وكل الحكاية هنغطيها ونحطها في التلاجة ساعتين. ساعتين كفاية جدا. عايزة تسيبيها من بالليل لتاني يوم براحتك، لكن ساعتين كافيين. وبعد ساعتين جبتها وطلعتها يعني من التلاجة، وشغلت الفرن بتاعي يسخن. يعني الفرن بتاعي شغال دلوقتي بقاله 10 دقايق، عايزاه يسخن جدا. وهجيب بقى صينية كبيرة عشان الفراخ تبقى مفرودة فيها. هاتي صينية على قد القطع الفراخ اللي انت مقطعاها. حطيت فيها زيت خفيف زي ما انتم شايفين. وهبدأ بقى ارص الفراخ كده. عايزة اوريكم تحت الجلد التتبيلة داخلة تحت الجلد، والفراخ شاربة من التتبيلة كويس. وانا عايزاها كده تبقى مغطياها عشان ده هيديها حروقة شوي الكبابجي، كأنها مشوية على الفحم بالظبط. وبرضو هنعمل الفحم في الاخر زي ما هتشوفوا. الفرن سخن والشبكة محطوطة في النص، وهدخل الفراخ في الفرن على الشبكة. هتاخد معايا في الفرن يا جماعة ساعة بالظبط، لانها متقطعة قطع زي ما انتم شايفين. وطبعا حسب فرنكم، لكن هي غالبا هتاخد ساعة واحدة وهتكون استوت. اي تتبيلة بقى بحطها فوق اهي وبوزعها. والفرن لازم يكون سخن، مش هنفتح خالص قبل ساعة ونشوفها. لو احتاجنا نولع الشواية شوية عشان تاخد لون جميل زي كده تمام. بصوا بقى الفحمايه اللي انا كنت حطاها على نار، كنت حاطه قطعه فحم كبيره. وكده كده الفراخ منزله يعني الدهون اهي. فهاخدها واحطها جوه ورقه فويل كده، انا عاملاها على شكل طبق وحطها في النص مجهزاها للفحم. يعني مش هنحط زيت من بره، دهون الفراخ موجوده. هجيب بقى الفحم اللي انا حطاه على النار، حطاه بقى بقاله 5 أو 7 دقايق قبل ما اطلع الفراخ في الفرن من الفرن. وطبعا الفراخ سخنه والدهون اللي نازله منها دي سخنه. شايفين بقى كده الحركه دي. هنغطي بقى كويس قوي
وهنسيبها كده 10 دقايق لغاية ما الفراخ تاخد. بصوا لسه بيطلع دخان اهو. وتمام كده الفراخ بقت واخدة ريحة شوي الفحم بالظبط، والطعم كمان التتبيلة اللي حطيناها مديلها طعم روعة. هاتي بقى شوية ورق بقدونس، كزبرة، على صينية حلوة، وقدمي الفراخ بتاعتك اللي عملتيها جميلة زي الكبابجي بالظبط بشكل شيك كده في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. هنرصها، مش محتاجة جنبها غير عيش وسلطة وطحينة وبس كده. لو حابة تعملي اي حاجة اضافية براحتك، لكن هي اكلة سريعة. انا على فكرة كده بدهن بالدهون برضو اللي في الصينية عشان اديها لمعة وطريان زي ما الحاتي بيعمل بالظبط. شايفين اللمعة بتاعتها والريحة بقى، مش هقول لكم، انتوا هتجربوا بنفسكم. احلى فراخ مشوية، فراخ الكبابجي عملناها وخلصت الفيديو بتاعي. كان هدف الافادة. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو يا جماعة وجربتوا الفراخ وعجبتكم، اعملوا لايك بقى حلو للفيديو، شيروا بقى الفيديو ده في كل حتة عشان الكل يستفيد. اشكركم جدا، شكرا لكم.